فكرة ب1.000.000 جنيه، حاجة كانت موجودة عندنا مرمية في كل البلكونات، تحفة جدًا يا جماعة، هاتيها واعملي اللي أقول لِك عليه. أول حاجة هتحطي هنا شوية كلور حلوين كده لو عندِك اتساخات، مثلًا عندِك البياضات اوف وايت أو أي حاجة ماشي فاتحة، تمام؟ لو غامقة حطي شوية بس، وهنحط شوية برسيل حلو كده، وبعدين هنجيب الخل ده حطي بقى على قد ما تقدري، لأن احنا مش عايزين رغوة، احنا عايزين نضافة، تمام؟ طيب ايه كمان المكون الحلو؟ مسحوق الغسيل يا جماعه، بيغنيكي عن كل حاجه في منتهى الجمال. بنجيب كذا منظف بس مسحوق الغسيل لا يعلى عليه. كمان النوع باهي ده انا بستعمله في كل المنظفات. هنحط منه كمان كام واحده، نحط معلقتين. طيب هتحطي ميه؟ لا انا مش هحط ميه، ليه؟ عندي اتساخات كتير في الحيطه، تمام؟ هاخد بقى دي يا جماعه ب20-30 جنيه، جميله جدا، هتغنيكي 5 في 1، هتعملي كل حاجه في البيت. هي حرفيا هتجري تنضف وانت تجري وراها. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه هنشيل الغيار ده، طبعا انا كنت مستعملاه بتتغسليها وبتنشف عادي. هتحطي كده، تمام؟ انا عايزاكي تمليها كده تتغلغل كل المواد التنظيف اللي موجوده. هنيجي الناحيه التانيه برضو كده، تمام؟ هي كده حرفيا جميله جدا وحلوه، والمكونات كلها يعني تنضف. طيب انا عندي بس عشان عندي طبق صغير، احاول بقى اخد هنا واغرق. طبعا تحطي قماشه كده وانت بتنضفي، دي مصديه يا جماعه، عشان كده اي حاجه تلاقي عليها صدى تستعمليها في التنظيفات، مش هتقول لا. خلاص كده تمام. هركبها، دي بتتركب عادي كده، سهله جدا، ماشي اهي بصوا. وعندي بقى ايه، هنحطها كده تصفي شويه. هنجيب عصايه الغسيل، ولا تقولي لي مساحه ولا تقولي لي مقشه ولا تقولي لي كل حاجه، فعلا اختراع. اول حاجه هنطلع كده على اي حيطه، بصوا البقعه دي اهي، بصوا يا جماعه، ادعكي بقى، بصوا 1 2 3، تحفه جدا. بصوا لو هي مش هتطلع بسرعه اهي، بصوا طلعت ولا لا. ما تقوليش تحطي ميه ليه وانت عندك الحيطان زي الزفت. طبعا دي تنظيفه رمضان، هتجري كده وهتنضفي بيها في منتهى الجمال. بصوا تحفه جدا. طيب دلوقتي احنا هننشفها ازاي؟ بصوا ده الصابون يا جماعه، الازرق ده الصابون، ماشي، هيتمسح معايا. طب انا عايزه دلوقتي انشف، او في عندي بقعه باينه على جنب اهي، هعمل ايه؟ هفكها عادي كده، تمام؟ وهاجي عندي كده سلكه ولا مشبك ولا اي حاجه ولا هربط، هشيلها عادي، تمام؟ وهاجي احوط عليها السلك. قبل ما احط السلك هغمزه هنا في الطبق، تمام؟ بالمنظر ده اصفيها طبعا، واروح حطها، بصوا كده ملبساها من تحت من هنا وملبساها من هنا، وبعد كده اروح دايسه عليها كده بالعافيه كده، هدخلها هتدخلي يعني هتدخلي. بصوا ومن هنا ايه طبعا ايه، هحاول قبل ما تعمل اروح ايه دايسه عليها. بصوا يا جماعه اهي. طيب انا دلوقتي ايه، همشي بيها على الايه، على الحيطه، ماشي. بصوا اهي جميله جدا. بصوا هي كده ايه بتتحرك. طب انا هقول لكم على حاجه، عندك دي انا جايباها ب20-30 جنيه، عايزه تثبتيها هتعملي اللي انا عملته دلوقتي، انا بعمل لكم بالخطوات. هنسيب دي دلوقتي، هنجيب ايه واحده تانية، دي ممكن نستعملها زي ما هي، هشيل دي بس، احط السلكه كده. طبعا انا الاحسن بقى ان انا ايه ارنخها كده في الرفسو، ماشي، واحط السلكه كده هنا اهو، وهاجي هنا، هاجي من الحته اللي تحت، اي سلكه عندك هتربطيه بالمنظر ده بكماشه باي حاجه، فتبقى مش هتتحرك كتير. بصوا بتبقى ثابته خالص، ماشي. هاجي بقى اركبها في الحته دي، سهله جدا. احاول بقى اعكس، انا هنا دخلت، اعكس ادخل دي، دخلي كده وشدي من هنا وشدي من هنا، هتخش هتمسك فيه. بصوا حلوه جدا، مش هتتحرك كتير لو انت عندك بقعه صعبه وحتت بعيده، تمام. هاجي هنا الحته دي، بصوا بالسلك كده، بصوا ما بتتحركش، شفتوا؟ جميله جدا. بصوا نزلي كميه اوساخ
بصوا طبعا الازرق ده هي فلتت مني. اجي بقى برضو اظبط ايه الواير، عايزه اثبتها عادي جدا. هقول لكم برضو هنا ثبتت لانها دخلت، طب هنا خرجتها اللي هنا، هنعمل ايه؟ هجيب دبوس مشبك كده واجي من الناحيه التانية وايه واقفله جامد عليها، مش هتتحرك خالص. ماشي، هاجي ارجع تاني، اجي الحته دي، فاكرين الحته دي يا جماعه؟ اركز عليها كده وادعك. شوف انا بعيده عندي هنا تحتيها السفره، فمش هقدر اقف عليها عشان ما تتكسر. شايفين يا جماعه؟ اي حته. شوفوا الزرقان اللي هنا ده كان في بويه، كانت قديمه ما اتغسلتش كويس، وانا هقول لك ازاي تنشفي اللي انت عملتيه. بصوا بصوا نظافه، ولا حف ولا مساحه ولا مقشه ولا اي حاجه. بصوا، وكمان هقول لكم استعمال جميل جدا ليها، حلو جدا. بصوا ما بتقعش وما بتتحركش، عشان انا عامله لها زي حاجه زي كلبش، واقول لك بالخطوات ازاي تعملي الكلبش. كده مرضيين مرضيين. لو عندي بقى حته صغنونه ممكن عايزه اغسلها، ممكن الروله الصغنونه دي يا جماعه ما تجيش ب 10 15 جنيه، حلوه جدا. هتحطيها كده ماشي، وايه وهتدعكي بيها برضو نفس الحكايه. هتحطيها في العصايه وتطلعي كده. الحته دي مش عارفه المكان. بصوا يا جماعه، جميله ولهلوبه وصغنونه وحلوه، عندك كل الاحجام، سهله يعني، تحفه جدا في النظافه. بصوا بصوا حتى دي بويه عشان حاطه كلور بس ونفسه، ما تحطيش نقطه ميه، حرفيا جميله. بصوا شفتي عندي الحيطه كانت زي الزفت. يلا اسمعي اللي بقول لك عليه وروح هاتيها قبل ما تخلص في المحلات. بصوا حرفيا تحفه. بصوا كل الاوساخ، كل الاوساخ والبقع ويعني تراب السنين. بصوا جميله جدا. طيب نيجي بقى لنقطه ازاي انت تعمليها تنشفيها. هقول لكم برضو، بس اقول لكم على حاجه فكرتوني. انت دلوقتي عندك مساحه صغنونه عايزه تمسحيها، هتحاولي بقى ايه دي تعملي عندك قصافه، تروحي قصاها تمام. وكمان الحديده اللي تحت ممكن برضو ايه بالقصافه تقصيها، تبقى احجامها كويسه تمام. بس دي عايزه ايه الحاج صاحب البيت هو اللي يعملها. تمام تمام. هقول لك بقى ازاي تنشفي. احنا دي او دي، بصوا دي جميله جدا يا جماعه في النظافه. هوريكي كذا 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 استخدام ليها. ديت جميله جدا. طب انا دلوقتي عايزه انشف، هستنى لما اعصرها وانضفها وانشرها؟ لا، هتشيلي دي على جنب كده وتروحي جايبه ليها غيارات يا جماعه، بتتباع في محل البويه والحاجات دي. بصوا اهي حلوه جدا، ما تجيش ب 20 او 15 جنيه، 15 20 جنيه انا مش عارفه، لانها كانت مركونه عندي. دي استعملتها وعلى طول غسلتها واحتفظت بيها. طبعا رمضان بقى وانت هتبيضي تعملي حاجه، هتاخديها في البياض، هتاخديها في المسيح، في كل حاجه. كده جميله جدا ناشفه وحلوه. هتحطيها كده حلوه جدا. هتبتدي بقى ايه، سمي الله. يلا يا ست الكل، سهله جدا، ولا اطلع فوق ترابيزه اكسرها ولا اي حاجه. بصوا التنشيف تحفه جدا، تحفه يا جماعه والله، سهله، ولا مساحه تقع منك تكسر حاجه ولا اي حاجه. بصوا جميله جدا، شفتوا؟ طيب احنا كده خلصنا حيطان البيت وغسلناها. نفضل بقى كده كل واحد ياخد له عصايه وواحده زي دي، لو عندك اكتر من واحده هتلاقي البيت بيبرق اكنك مبيضاه. طيب حاجه تانية، انا دلوقتي عندي العنكبوت ده استخدام كمان ليها. هعمل ايه؟ في الحيطه دايما في عنكبوت وفي حتت كده ما بنعرفش نجيبها. بصوا يا جماعه سهله جدا جدا جدا. بصوا طبعا انت بتبقي منضفاها، دي عايزه تنضف الاول، وده العنكبوت سهل جدا ان هو يتجاب. سهله. انا بس عشان بصور مش عارفه، تبقى سهله جدا. هتبليها طبعا وتمسحي كل ده. شوفوا يا جماعه حرفيا جميله. انا ما حطيتش دي الناشفه اللي نشفت بيها، ماشي، دي الناشفه اللي انا نشفت بيها. بصوا نضفت خالص. طيب اقول لك على استخدام كمان ليها. انا عندي 2 بس، انا عايزاكي تجيبي كل واحده منها غيارين بس. هتشيلي المبلوله دي اللي مسحنا نشفنا بيها، طب ماشي، ودي الغيار التاني ممكن نشد دي ونحط دي. فانا عندي دي ماشي، كنت بنشف بيها الرخامه تمام. هتروحي جايبه الرخامه عندك اهي، سهله جدا، هتنشف بيها الايه، هتنشفي بيها الرخامه. طب ودي طبعا كل ده بيتغسل يا جماعه وبيتنشر عادي، تحطيهم. هتعملي اقول لك ازاي تعمليها.
سهله جدا. هتجيبي بقى ايه لما تخلعي دي، تحطي هنا خيط وهنا خيط، تمام، وتربطي في الحبل ويبقى سهل جدا. هنا هتشيلي بيها الميه وهنا هتنشفي. سهله جدا يا جماعه، وتحفه تحفه تحفه. مش هتعرفي مدى اهميتها ومدى استخدامها الفظيع والفكره العبقريه اللي فيها الا ما تستخدميها عمليا. دي انا كده شدتها. طيب انا دلوقتي انا هغسلها، وانا كده غسلتها مثلا، غسلتها اهي. طب انا عايزه اعصرها، ماشي، هفضل بقى ادعك فيها. سهله جدا. هعصرها ازاي؟ معلقه دي معلقه تكون مصديه عندك مش عايزاها، هتبداي تعملي كده كل، بصوا يا جماعه، كل الميه على حاجه فوطه قديمه هتبقى تحفه جدا. يا دوبك هتحطيها تعلقيها، تحطيها كده على سور البلكونه، هتنشف وهتبقى زي الفل وهتبقى احسن من الجديده كمان. سهله. كله برده نفس الحكايه مع دي، هتبقى سهله جدا. دي كانت مكان بوي عشان كده بوظت لي الدنيا، بس اتمسحت بفضل الله، اتمسحت. بصوا يا جماعه، تحفه جدا. دي حرفيا حرفيا فكره عبقريه وخطيره، تمام. بس كل حاجه انصحك لما تجيبي هاتي واحده من دي كده بالغيار بتاعه، وهاتي غيار بس ليها، تمام، مش هتكلفك حاجه. عايزه تجيبي صغير هاتي، عايزه تجيبي الحجم الكبير هاتي. اي، يبقى عندك واحده تعملي بيها، وعندك واحده تنشفي بيها، واحده تمسحي وواحده تنشفي. ممكن تستعمليها كمان في الانتريهات، لو تحطي السلكه كده وتمشي على الانتريه، حلوه جدا. هوريك الفكره دلوقتي عمليا. بصي اهي، سهله جدا وحلوه جدا. بصوا كميه بقع، كميه بقع. طبعا دوت الخلطه دي بعتمدها في كل حاجه، بس لو عندك الانتريه غامق ما تكتريش الكلور. بصوا حلوه، تمشي كل الانتريه. بصوا سهله حلوه جدا، للرخام، للانتريهات، للحيطان، لكل حاجه، جميله جدا. هتسيبيها شويه وتنشفيها على طول، عشان لو فيها مثلا معلقه كلور ولا حاجه تمسحيها مش هيجرى لها اي حاجه، تمام. او ممكن بدل الكلور تحطي لها كلوريكس الوان. بس انا بوريكي سهله قد ايه وفي النظافه بتاعتها، تمام تمام. ازاي بقى تعملي شنكل لما تيجي مثلا تدعكي حته عشان بتقولي لا مش هتعرف ادعك؟ سهله جدا. عندي كماشه اهي، عندي كماشه، لو عندك كماشه هتعمليها، او مثلا زوجك يعملها لك، بس هي سهله جدا مش محتاجه حاجه، ماشي. هتيجي هنا في تحت كده، تحت، ما تجيبيش في الاكسس او المحور بتاعها، وتيجي تلفيها بالمنظر ده، وتيجي تروحي ايه ربطها بقى ايه بالايه بالكماش، تمام. هي هتعذبك شويه بس سهله سهله، وهتفضل دي معموله للدعك. سهله جدا يا جماعه. طبعا احنا عارفين كل حاجه المنظفات غاليه. طبعا هو السلك اتقطع، وهتعمليها عادي بالكماشه زي ما كنت عاملاها وريتها لكم عملي اهي كده. هتبقى ماسكه كده وسهله جدا، وتحطي فيها الحاجه هتبقى تحفه جدا، ماشي. يلا بقى لو عجبك الفيديو حطي اللايك، ما تنسانيش في الاشتراك لو ما كنتش مشتركه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه.